مفيش عزومة في رمضان بتخلى من الحمام المحشي. الحمام الصح لازم يتعمل في البيت بكل طعامه ونظافة ولذاذة. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا، هيعجبكم، هينفعكم في رمضان. يلا نشوف الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا حمام، تمام، ومعانا هنا رز. الرز بتاعي انا مش مبهراه، الرز انا جبت بصلايه، تمام، بس انا ما حبيتش الفيديو يطول عليكم، عملته وبعد كده قلت اصوره معاكم وتشوفوه. انا جبت البصلايه ودبلتها ودخلت على اللون الاصفر، تمام كده، ونزلت بالرز بتاعي غسلاه ونزلت بيه وحمرته حلو زي ما انتم شايفينه كده. نزلت بيه حمرته تمام كده واستوى معايا نص سوا. كنت جايبه الحمام بتاعي طبعا، كنت غسلاه حلو، كنت نقعاه بميه وملح ودقيق. خلاص كده، ملح وميه ودقيق ونقعته حلو لحد ما بقى بالنظافه اللي انتوا شايفينها وباللون اللي انتوا شايفينه. خلاص انا طبعا جايباه من عند الراجل متنضف، بس انا غسلته في البيت. لازم يا حبايب قلبي تقولوا له يعني اعمل لي الحمام، تمام، الحمام بتاعي خليه يفرق، يعني يطلع لكم الجلد من اللحمه علشان تعرفوا تحشوه. خلاص هنا كنت جبت الحمامه بتاعتي ومسكتها كده. هو طبعا انا شايله الزور ورمياه، تمام كده. انا جبته حشيته حلو كده تحت الجلد، تمام، وهبدا اجيب كده الاجنحه بتاعتي اهو، وهبدا اكتفها لورا. خلاص زي ما حضراتكم شايفين كده هبدا احشي. عايزه تحشي بمعلقه احشي، انا حبيت احشي بايديا كده علشان انجز وعلشان اخلص وقت الفيديو. خلاص يا حبايبي، الاول مره يشوفني يا ريت يحط لايك للفيديو، والاول مره يشوفني كمان يشترك في القناه بتاعتي ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. خلاص كده يا حبايبي، اهو انا بحشي معاكم اهو، تمام. معاكي خله ممكن بعد ما تخلصيه ما تحشيش الحمامه يعني جامد علشان ما تفرقعش منك. هو كان الحمام انا شارياه بصراحه كان متبهدل، بس انا حبيت اسيطر عليه وحبيت احشيه، فكنت ربطها بخيط. انتي ممكن لو الحمام بتاعك شارياه كويس وسليم مش متقطع من الرقبه او الجلد بتاعه، ممكن تقفليه بخله. خلاص انا هعمل لكم ان شاء الله برضو الايام الجايه، هحشي لكم حمام قدامكم كتير وهعمل لكم فيديوهات كتيره على الحمام ان شاء الله تعجبكم. خلاص هنا كنت خلاص خلصت حشو كده وبدات اجيب رجليها كده وادخلها في الفتحه دي كده واقفلها. خلاص اهو كده بالراحه وبشويش اهو. خلاص وبدات كده اشيل اي رز زياده عليها. بصوا جمالها، هو حمام صغير بس لما بتحشيه انتي بيبقى جنبه معاكي. لما بتحشيه كده بالطريقه اللي انا بقولك عليها هيعجبك جدا. خلاص انا هكمل كده بقى الحمام كله، كملته وخلصته اهو. بصوا شكله تمام، انا قفلته كده حلو تمام كده، وهبدا احطه، هبدا كده احطه في الميه، تمام، علشان يتسلق. هنا معانا الميه بتاعتنا اهي كانت غليت، نزلت ببصلايه وحته فلفل وجزرايه وورق لوري وحبهان وطماطمايه، تمام كده، وهسيبهم يستووا. خلاص وحطيت كمان ملح وفلفل، انا قلت لكم على الملح، حطيت لكم برده حطيت فلفل اسود. خلاص انا ما بحبش اكتر في البهارات علشان ما يغيرش بس من طعم الاكل. خلاص كده كنت حطيت الملح كان دخل على السوا. هنا كنت خلاص خلصته كده. السر بتاعنا اللي هيخلي لونه ذهبي وجميل هيعجبكم جدا، بجد جربوها وهتدعوا لي. بصوا انا جبت هنا معلقتين حليب كده وبدات ادهن الحمام بتاعي. نزلت عليها كمان على الحمام نزلت بالحمام بتاعي على الزيت، تمام، وهو سخن. خلاص نزلت بالحمام بتاعي وهو سخن، الزيت نزلت بيه. هنا كان فتح معايا علشان هو كان متبهدل جدا معايا، حاولت المه على قد ما اقدر. بصوا لونه جميل ازاي، هيعجبكم، جربوه بنفس الطريقه. بس ما تنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي والشير والسبسكرايب للقناه بتاعتنا وتفعيل الجرس على الكل. اشوفكم على خير في فيديو جديد، انتظروني.